ايه رايكم جبنا للعربيه جوز كراسي عاليين؟ جوز كراسي عاليين شويه عن اللي فيها، هم مش هيبقوا نفس اللون، مش هيبقى عليهم علم مصر زي اللي موجودين فيها دلوقتي دول. جبنا لها جوز كراسي تانيين بيتفردوا ويتلموا ويطلعوا ورا ويطلعوا قدام، وهيرسموا شكل العربيه شويه. هنركب لكم جوز الكراسي التانيين كده وهنشوف، هنوري لكم منظرهم في العربيه ايه. عندهم ما شاء الله شغل عالي اهو. تخيلنا الكراسي بتاعتها بقت جديده اهي ما شاء الله. الله ينور يا صديق. ده اي كلام، كله يصلي على النبي عشان يوصل للنبي. صلي على النبي هتوصل للنبي. بص لايك بايديك وبصوا فعلا كده بيعمل كل كلمات. بصوا عليه، بصوا عليه، عنده كل حاجه عليه. غيرنا جوز الكراسي اهو. طبعا اللي فيها كانوا نفس لون العربيه بس قصيرين شويه. ايه رايكم؟ جوز كراسي عاليين شويه، رسموها شويه، بيتفردوا وبيتلموا. افرد. كرسي بيتفرد بينام لورا عادي، بيطلع لقدام. كراسي بتتفرد زي العربيه بالظبط. لو الواحد مثلا رايح بقى مشوار وعاوز يريح شويه ولا حاجه عليها اهي. مخادع بتطلع وتنزل برضه نفس النظام، بتطلع لقدام بتنام لورا زي نظام العربيه بالظبط. عاوز تطلعها قدام شويه بتطلعها، عاوز تدخلها لقدام تدخلها. فجزء الكراسي دول هيرسموها شويه. كل يوم هنعمل فيها تعديلات. لسه طبعا هنجهز موضوع السقفيه عشان الشتاء داخل علينا. طبعا معمول حسابها هنا اهو، معمول حسابها هنا صواميل ملحومه هنا اهي، على اساس ايه؟ التندة اللي هتركب عليها في الشتاء، لان احنا عاملينها صيفي عشان بتصور عليها عرايس وكده. تحيا مصر.